الصوم فعل تركي أي تكليف تركي وهو مخصوص بوقت، والتروك إذا خصت بوقت تحتاج إلى النية في أصل الامتثال، بخلاف التروك التي لا تختص بوقت فإنها لا تشترط فيها النية في أصل الامتثال، وإن كانت النية تزيد الثواب. فمثلا ترك شرب الخمر وترك الزنا وترك الربا هذه تروك غير مخصصة بوقت، ويمكن أن يمتثلها المكلف بلا نية، لكن إذا نوى ازداد الأجر وكان ذلك زيادة في الحسنات. أما التروك المخصصة بالأوقات كالصيام فهو ترك للأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد فيه من النية، وهذه النية إذن هي أول واجبات الصوم. والنية هي توجه القلب إلى الشيء وقصده، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وثبت عنه كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذه النية هي أساس العمل، فإذا نوى الإنسان أن يصوم رمضان فاختلف أهل العلم هل رمضان كله عبادة واحدة أو هو 30 عبادة. فإذا كان رمضان عبادة واحدة فتكفي فيه نية واحدة من أوله، وهذا مذهب مالك رحمه الله، فيرى أن الصوم الواجب التتابع تكفي فيه نية واحدة لبدايته، كالصلاة فيها كثير من الفرائض والسنن والمندوبات، ومع ذلك تكفيها نية واحدة في بدايتها، ولا يلزم أن ينوي الإنسان عند كل ركن منها أو عند كل فرض أو عند كل سنة أو مندوب أداء ذلك الركن بخصوصه أو السنة أو المندوب. فعلى هذا لو نوى من أول الشهر أنه سيصومه فذلك كاف، ولو غفل عن النية في ليلة من الليالي فإنه يصبح صائما على تلك النية السابقة. وهذه النية محلها إذا استمر التتابع، فإن انقطع التتابع فإنه لا بد من تجديد النية كمن سافر في أثنائه، سواء أفطر في سفره أو لم يفطر، لأن السفر مبيح لقطع التتابع، فلذلك إذا سافر فأفطر فقد انقطعت تلك العبادة كما لو سلم من الصلاة، فلا بد من نية أخرى للصلاة الجديدة التي يستأنفها، وكذلك لا بد من نية جديدة لباقي الصوم. ومثل ذلك إذا لم يفطر في السفر بل استمر فإنه لا بد أن يجدد النية في كل ليلة. وإذا قدر أنه نسي النية في ليلة من الليالي فإنه يصبح مفطرا، فلا بد من تجديد النية في كل ليلة من الليالي، لأن السفر مبيح للفطر. وكذلك السبب الموجب للفطر كما لو حاضت المرأة في أثناء الشهر ثم طهرت فإنها لا بد بعد طهرها من أن تنوي نية جديدة للصيام، ولا تجزئها النية التي كانت في أول الشهر، لأن التتابع قد انقطع بموجب للقطع. وهذه النية ينوي فيها الإنسان امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ولو زادها بتنمية النية بمشابهة الملائكة الكرام وبالانقطاع عن ملذات الدنيا وشهواتها وبتطهير قلبه، فهذه نيات إضافية تزيد الأجر، ولكنها غير مشروطة ويتحقق الصوم بدونها. وهذه النية عقدها وقته متسع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلو لم يعقد النية إلا عند طلوع الفجر فكانت محاذية لأول العمل فلا حرج، ولو عقدها في أول الليل انعقدت. لكن إذا تذبذبت النية فعقدها وعزم على الصيام ثم تردد بعد ذلك في الليل ونوى أنه لن يصبح صائما، ثم تجددت له النية من جديد فأصبح صائما، فقد اختلف أهل العلم في ذلك، ومذهب جمهورهم أن العبرة بآخر ما عقده لأنه ناسخ لما سبقه. فإذا نوى أول الليل أنه سيصوم ونوى في وسطه أنه لن يصوم ثم نوى في آخره الصيام فالصيام منعقد لازم، ويلزمه حينئذ أن يكمل صيامه. وهذه النية منسحبة على أجزاء العمل كله، فالصوم عبادة تتحقق في حال اليقظة وفي حال المنام وفي حال الانشغال بكل ما سواه، ولذلك كانت تشبها بالملائكة، لأن الملائكة عبادتهم لا تنقطع، والصائم كذلك مستمر على عبادته، فهو يعبد الله في منامه ويعبده في دخوله الخلاء ويعبده في سوقه وفي عمله
وفي سفره وإقامته، فهي عبادة غير منقطعة طيلة اليوم، فلذلك كانت تشبها بالملائكة من هذا الوجه. وهذه النية هي الركن الأول من أركان الصيام.